السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي، سواء كنت بكالوريا أو عام أو أزهر، يلا بينا نكمل اللي احنا عملناه الترم الأول اللي هو بقى الترم الثاني. نخش كده نسمي الله. جاي لك بمفاجآت يعني كتير جدا. جايين هنخلص منهج الترم الثاني كله إن شاء الله من خلال القناة هنا. طيب، احنا طبعا ده اللي احنا عملناه الترم الاول. الترم الثاني على نفس المنوال وعلى نفس النهج اللي احنا كنا ماشيين بيه وعلى نفس الوعد اللي احنا وعدناكم ان احنا باذن الله باذن الله باذن الله مفيش حاجه هنسيبها لك وهنشرح لك كل حاجه وان شاء الله، والواجبات وكل حاجه. طيب جميل. الدرس الاول او الوحده الاولى بتتكلم عن ايه يا مستر؟ بتتكلم عن الشبكات. طيب احنا هناخد الدرس الاول كده في الشبكات ونشوف الدرس الاول بيتكلم عن ايه واحده واحده، بعد كده نخش نحل الاسئله بتاعه الدرس. طيب يلا نسمي الله. الوحده الثامنه اللي هو باقي الوحدات بتاعت الترم الاول، لان احنا كنا وقفنا عند الوحده السابعه. طيب الوحده الثانيه او الوحده الثامنه بتتكلم عن الشبكات بتاعت الكمبيوتر. يعني ايه اصلا شبكات؟ الشبكات هي نظام اتصال، نظام اتصال بيربط الاجهزه. طيب انا لما اقول لك يعني ايه شبكه، هتقول لي يا مستر والله ممكن تكون شبكه واي فاي، ممكن تكون شبكه كمبيوتر، ممكن تكون شبكه عنكبوت، ممكن تكون شبكه كوره، ممكن تكون شبكه اللي هي بتاعت الجون، ممكن تكون شبكه صيد. المهم ان في حاجات متربطه ببعضها فعملت لي شبكه. يبقى اي حاجه متربطه، انا كده مشبك ايدي اهو، مشبك صوابعي في بعضها، اي حاجات متربطه في بعضها عملت لي شبكه. احنا دلوقتي وظيفتنا ان احنا بعد ما نعرف يعني ايه شبكه نشوف ايه انواع الشبكات وبترتبط ببعضها ازاي. حلو، يلا بينا. يعني ايه بقى شبكه؟ قلنا نظام اتصال يربط اجهزه الاتصالات المعلوماتيه ببعض. نظام اتصال يربط اجهزه الاتصال المعلوماتيه. ايه بقى اجهزه الاتصال المعلوماتيه دي؟ زي الكمبيوتر وزي الهواتف الذكيه. تمام، دول اللي علينا ان احنا ندرس الشبكات بتاعتهم. اصلا اول حاجه اتعملت في التليفونات عشان يعمل لي شبكه يا مستر، كان في واحد كده جرب ان هو ايه، يوصل سماعه من هنا وسماعه من هنا ومدهم ببعض بسلك، وعمل كده جهاز كده صغير. وده كان اصلا بدايه صناعه الهواتف او بدايه صناعه التليفونات او بدايه صناعه يعني اللي هو كان التليفون الارضي. التليفون الارضي كان عباره عن يعني شبكه صغيره، التليفون ده مربوط بالتليفون ده عن طريق سلك ما بينهم، بس هو ده التليفون الارضي، وهي دي فكره التليفون الارضي. تمام، بعد كده بقى اتطورنا وعملنا كباين وعملنا ان التليفون الارضي انت بتتصل على الاشخاص اللي انت عايزهم عن طريق ارقام والكلام ده كله وايه، والحراره والكلام اللي احنا ايه عارفينه ده. طيب بعد كده عرفنا، قال لي ايه، طب احنا ايه لازمه الشبكات دي؟ عشان انا عايز اكلم حد، عايز اتواصل مع حد، فقال لي مما يتيح لها تبادل البيانات فيما بينهما. يبقى انا بعمل الشبكه عشان خاطر اكلم حد وحد يكلمني، ابعت لحد حاجه وحد يبعت لي حاجات والكلام ده كله. يعني يا مستر احنا بنعمل الشبكات عشان ننقل لبعض ايه، حاجات وملفات وبيانات. طيب قال لي الشبكات نوعين: شبكه محليه، تمام، وافهم يعني مش هنقول دلوقتي يعني ايه شبكه محليه، هقول لك، ولكن افهم الانواع الاول. عندي شبكه محليه وشبكه واسعه. شبكه محليه وشبكه ايه، واسعه. محليه او لوكال اريا نتورك يعني ايه؟ يعني يا مستر ضيقه، على نطاق ضيق. اللي هي بتاعت ايه يا مستر؟ اللي هي بتاعت البيت بتاعنا، اللي هي بتاعت الواي فاي، اللي هي بتاعت مثلا في المنزل، في البيت قصدي، في المدرسه، في مكتب، في شركه، حاجه كده ايه على الضيق بين الناس. او انت لو خرجت بره النطاق ده خلاص انت بقيت خارج نطاق الشبكه. تمام، يبقى انت دلوقتي لو عندك الواي فاي بتاع البيت، حلو يا مستر، انا طول ما انا في البيت الواي فاي بتاعنا شغال، تمام. خرجت بره البيت، رحت السنتر، رحت المدرسه، رحت اي حاجه، خلاص ما بقتش في نطاق الشبكه بتاعه الايه، بتاعه البيت، فبقيت في نطاق ايه، بقيت في نطاق تاني، بقيت تبع شبكه تانية. ممكن بقى تتوصل بشبكه المدرسه، تتوصل بشبكه التليفون بقى اللي هي بتاعه الداتا بتاعه التليفون او ايا كان. يبقى انا الشبكه المحليه ليها نطاق معين، ليها منطقه محدده، ما ينفعش اطلع براها واكون متصل بالشبكه دي. مجرد ما خرجت بره النطاق ده انا ما بقتش ايه، جوه نطاق الشبكه، انا كده خرجت بره نطاق الشبكه. حلو حلو. طب الشبكه الواسعه، الشبكه الواسعه في ايا كان انت فين، ايا كان المكان اللي انت موجود فيه، الشبكه الواسعه هتكون معاك طالما في شبكه، طالما في نتورك معاك او نت معاك، انت جوه نطاق الشبكه عادي، مفيش اي مشكله. طب ايه هي بقى الشبكه الضيقه او ايه انواعها وايه الشبكه الواسعه؟
طيب الشبكه الضيقه او الشبكه المحليه قال لي اللي هي اختصار لان. ايه اللان دي يا مستر؟ قال لي لوكال اريا نتورك. لوكال يعني محلي، اريا اللي هي منطقه، نتورك اللي هي الشبكه، يبقى منطقه محليه. تمام، يبقى شبكه منطقه محليه. طيب شبكه محليه عندي ليها نوعين، نوع سلكيه ونوع لا سلكيه. يعني ايه سلكيه ويعني ايه لا سلكيه؟ سلكيه اللي هي بتشتغل بالواير، تمام، بسلك، اللي هي بتاعت الكابلات، اللي هي التليفون الارضي ده بيشتغل بالسلك، لازم يكون في سلك متوصل بالتليفون الارضي عشان خاطر ابقى اكون متصل بالايه؟ بالشبكه. ونوع لا سلكي او اللي هو ايه؟ اللي هو وايرلس، اللي هو زي الواي فاي. تمام، اللي هو زي الواي فاي. حلو، اللي هو دلوقتي بيقول لي عن طريق اللي هي السلكيه، طريقه لتبادل البيانات بالاتصال المباشر بالايه؟ بالكابلات، زي الشبكه اللي انت بتعملها مع اللابتوب. تليفونك متوصل باللابتوب عن طريق وصله يو اس بي. الوصله اللي اليو اس بي دي انت موصلها، انت كده عملت شبكه، عملت نتورك ما بينك، ما بين التليفون وما بين اللابتوب. حلو جميل. طيب لو انا شلت الواير، اللي هو السلك او الكابل اللي انا موصله، خلاص انا كده قطعت الشبكه، كده ما بقاش في شبكه اصلا موجوده، لان طريقه التوصيل اللي بيننا كانت واير. شلت الواير خلاص ما بقتش موجوده. طيب حلو، انا دلوقتي عندي شبكه محليه لا سلكيه. حلو، يبقى هي ليها نطاق ولكن لا سلكيه. حلو. طيب الوايرلس لان دي طريقه لتبادل البيانات عبر موجات الراديو. يبقى الراديو انا ممكن اعمل شبكه عن طريق الراديو ولكن ليها نطاق محلي. لو خرجت بره النطاق ده انا ما بقتش موجود على موجات الراديو دي، فبالطبيعي مش هستقبل ايه؟ موجات. طيب اللي هي زي الراديو والواي فاي بقى والحاجات دي كلها، اللي هي موجات الراديو اللاسلكيه بدلا من الكابلات، زي الواي فاي وزي الراديو وزي بقى اي حاجه بتجيلك عن طريق الوايرلس. طيب قال لي نطاق مكان صغير، النطاق بتاعها بيكون مكان صغير زي ما قلت لك، البيت، المدرسه، الشركه، ايا كان بقى ايه النطاق اللي انت فيه. طيب تعال نخش على الشبكات الواسعه اللي هي اسمها اختصارها WAN او الوان، تمام، زي ما انت بتحب تقولها. طيب ليه اختصارها اسمه كده؟ عشان اسمها وايد اريا نتورك. وايد اريا نتورك، وايد يعني واسعه، اريا منطقه، ونتورك برضو يعني شبكه. تمام، يبقى وايد اريا نتورك، زي الكاميرا الوايد بتاعتك بتاعت التليفون بتبقى بتجيب لك الزاويه الواسعه. حلو جميل جميل جميل. طيب الانترنت بقى يا مستر، قال لي الانترنت هو الشبكه او اللي هو ده نوع الشبكه الواسعه، او بيشتغل بطريقه الشبكه الواسعه. طيب يعني ايه بقى الانترنت؟ هو حاجه اللي هو زي اليوتيوب مثلا، زي الفيسبوك، زي جوجل. انا لو فتحت على اي شبكه محليه، جوجل او يوتيوب او فيسبوك، الشبكه تشتغل معايا عادي، الانترنت يشتغل معايا عادي. لو جيت افتح الفيسبوك بتاعي عن طريق اي شبكه محليه هتشتغل معايا عادي. يبقى انا دلوقتي الانترنت بيربط لي ما بين الشبكه الضيقه اللي هي المحليه بتاعت البيت والشبكه الواسعه. يبقى الانترنت بيربط ما بين ايه وايه؟ ما بين الشبكه الضيقه المحليه وما بين الشبكه الواسعه. ازاي؟ انا بخش عن طريق الشبكه الضيقه، عن طريق الشبكه المحليه على الانترنت اللي هو الشبكه الايه؟ الاوسع. حلو، يبقى الانترنت هي شبكه واسعه ولكن تربط شبكات اللان اللي هي اللوكال والشبكات الوايد، تمام، على نطاق ايه؟ على نطاق عالمي. حلو ماشي يا عالمي. طيب نطاق مناطق بعيده، النطاق اللي هي مناطق بعيده اللي هو بتاع الشبكه الواسعه في اي حته. طيب وخلي بالك بقى من المعلومه دي، اللي هو ايه؟ الانترنت بيربط الشبكات الضيقه المحليه والشبكات الايه؟ الواسعه. خلي بالك من دي. طيب الاتصال بالانترنت ازاي يا مستر نتوصل على الانترنت؟ طريقه الاتصال بالانترنت، قال لي عندي طريقه اللي هي ايه بقى؟ ان انا بروح اكلم الشركه، والله انا عايز اتصل بالانترنت عن طريقكم. هيقول لي امضي عقد عشان تكون تبع الشركه ونوصل لك خدمه الايه؟ الانترنت، وبتدفع اشتراك شهري. يبقى انا بعمل ايه؟ قال لي اتصال عن طريق الانترنت، قال او بالانترنت موفر خدمه الانترنت اللي هو البروفايدر او الاي اس بي. طيب دي شركه بتسهل الاتصال بالانترنت، من الضروري توقيع الايه؟ عقد للاتصال بالانترنت، زي شركه بقى وي، وزي شركه فودافون، زي شركه موبينيل والكلام ده كله. طيب قال لي عندي جهازين بيوصلوا كابلات او شبكات. قال لي عندي اول حاجه جهاز الراوتر بتاعنا بتاع البيت اللي هو بيوصل الانترنت عليه ده. قال لي ده جهاز يرحل ويعيد توجيه البيانات بين الشبكات المختلفه. يعني ايه يا مستر؟ ده اللي بيقسم الشبكات، ده اللي بيقول الشبكه دي انت تعرف تخش عليها ولا لا، ده اللي بيحدد لك انت تخش على الشبكه دي ولا لا، ده اللي بيوجه النطاق بتاع الشبكه. حلو حلو. طيب بعد كده عندنا جهاز ايه؟ الجهاز الثاني
هنا بقى ايه؟ نافس نفسك. طبعا نافس نفسك يعني ايه بقى؟ يعني ما تبصش لحد، شوف انا فين، انا كنت قبل كده فين ودلوقتي بقيت فين. ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك بزميلك، انت حاجه وزميلك حاجه تانية. انت ليك ظروفك وزميلك ليه ظروفه. انت ليك البيت بتاعك والدايره بتاعتك، وزميلك ليه دايره تانية. فانت تشوف نفسك ايه؟ تشوف نفسك انا كنت انا كنت فين امبارح وبقيت فين النهارده. انا والله يا مستر كنت بجيب 5 في الامتحان بقيت اجيب 7، يبقى انا احسن من اللي انا كنت فيه ايه امبارح. يبقى ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بايه؟ بنفسك. دي كانت لافته بسيطه ماشي، ضافها لنا الاخ محمد في الملزمه. طيب المحول او الهب. طيب الهب ده بيعمل ايه؟ ده عامل زي المشترك بتاع الفيشه. عارف المشترك بتاع الكهرباء؟ احنا بنجيب المشترك، احنا عندنا فيشه واحده، طيب واحنا عايزين 5 فيش يتحطوا في المكان ده. فبنحل المشكله دي ازاي؟ بنجيب يا مستر مشترك من عند الراجل الكهربائي ده، وبنبدا نحط الفيشه بتاعه المشترك في الفيشه اللي هي الواحده اللي عندنا، وبيصبح عندنا 5 فيش ثانيه. الهب نفس الكلام، انا بوصل الهب بمصدر الشبكه، والهب ده بيطلع منه كذا وصله، فبقدر ان انا اخش فيه ادخل فيه كذا وصله ايه؟ اللي هي وصله الانترنت مثلا او اي كابل بقى. يبقى هو جهاز مركزي يقوم بتوصيل ايه؟ يقوم بتوصيل عده كابلات، يقوم بتوصيل ايه؟ عده كابلات. عندي انماط استخدام الشبكه. استخدام الشبكه ده بيحصل عن طريق حاجه اسمها الانماط، او عندي طريقتين. طيب طريقه الخادم اللي هي السيرفر، اللي هو بينفذ لك الايه؟ الخدمات اللي انت عايزها، اللي انت بتقول له انا عايز اعمل كذا فيقول لك خلاص عينيا خد اعمل كذا. انا عايز ابعت ملفات يا عم الخادم، خد يا عم ملفات الخادم بتاع الملفات، يقوم جاي عامل لك ايه؟ باعت الملفات. كل واحد مسؤول عن حاجه. حلو، خادم الملفات او الفايل سيرفر. عندي بس النوع الثاني هو النوع اللي هو العميل او الكلاينت. يلا او العميل او الكلاينت. طيب قبل ما نخش على العميل، انا قلت لك ان انا عندي نوع اسمه ايه؟ الخادم. الخادم ده بينقسم ايه؟ بينقسم 4 انواع. نوع خادم الملفات وده بيدير ايه؟ بيدير الملفات. طيب ونوع خادم الطبعه، ده خادم يتعامل مع معالجه الطباعه. لما عاوز اطبع حاجه، هو اللي ايه؟ بيكون مسؤول عنها. يعني انا دلوقتي عملت شبكه، هو الخادم ده المسؤول، هو اللي شغال على الشبكه. فانا رايح للشبكه، انا وصلت مثلا شبكه بيني وما بين مثلا الانترنت. طيب وفي حاجه في برنامج زي الواتساب ده يعتبر شبكه عالميه. طيب الشبكه العالميه دي جواها خادم اللي هو السيرفر ده بيعمل ايه؟ انا عايز والله ابعت ملفات عن طريق الواتساب. يقوم مين بقى اللي بيعالج المنطقه دي او مين اللي بيعالج الجزئيه دي؟ الخادم اللي هو السيرفر نفسه، جواه خادم اسمه خادم الملفات، وجواه خادم البريد، وجواه خادم الوكيل. ولكن انا دلوقتي بتعامل مع مين؟ عايز ابعت ملفات. يقوم خادم الملفات يجي يقول لي اوه مرسيدي، يقول له عايز ابعت ملفات، يقوم جاي باعت لي يقول لي انا اللي هدير لك الدنيا دي، فخد الملفات اهي. فيبدا ياخد مني الملفات ويبدا يعالجها ويبعتها للمستلم. طيب يبقى انا عندي خادم الملفات يجي هو مرسيدي يقوم ايه؟ باعت الملفات. خادم الطباعه، انا عايز اطبع حاجه، فعملت شبكه ما بين اللابتوب اللي انا عايز اطبع منه الملفات، وعملت شبكه بين اللابتوب ووصلته بالبرينتر بتاعتي او الطبعه. يجي اقول له انا عايز اطبع، يجي خادم السيرفر بتاع الطبعه يعمل لي ازاي؟ مرسيدي يقوم ايه؟ اطبع الايه؟ الملف بتاعي. حلو. طيب يبقى ده بيتعامل مع معالجه الطباعه. خادم البريد ده بتاع الرسائل، يبقى خادم يتعامل مع ارسال واستقبال رسائل البريد الالكتروني. حلو، يبقى انا دلوقتي عايز ابعت رساله، هيعمل ايه؟ مرسيدي ويبعت لي الرساله. حلو. خادم الوكيل مش بتاع العربيات، مش احمد الوكيل، لا ده بتاع السيرفر. طيب اللي هو بقى ايه؟ اللي هو بيتعامل مع البروكسي او الوصول للانترنت نفسه بقى، اللي هو البراوزر بتاعك، اللي هو زي جوجل وزي البراوزر نفسه اللي انت بتخش عن طريقه زي سفاري بقى او ايا كان البراوزر اللي انت بتستخدمه. فهو ده اللي بيكون وسيط بينك وما بين الايه؟ البراوزر. يبقى خادم الوكيل تمام، ده يعمل كوسيط ايه؟ للوصول للانترنت، اللي انا لسه اصلا عايز اخش على الانترنت. طيب تعالى بقى نرجع لايه؟ اللهم طولك يا روح اهو ماشي. خادم العميل. حلو، خادم العميل بقى اللي قصدي نمط العميل اللي هو الكلاينت تمام. ده اللي بقى اللي خادم السيدي ده هو اللي بيخدمه بقى، هو اللي بيعمل له الخدمات، ده اللي بيطلب بقى، ده اللي بيطلب الخدمه تمام. يبقى الكلاينت يطلب الخدمه فامر سيدي يقوم منفذ الخدمه تمام. حلو. طيب عندنا نظامين للعميل. نظام عميل تكلب خادم تمام يخدمه،
يبقى نظام العميل للخادم، العبد ده ماشي، ده بيؤمر وده امر سيدي يقوم ايه منفذ. طيب حلو. نظام العميل ده اسمه كلاينت سيرفر سيستم، يعني كلاينت للسيرفر سيستم بقى. تمام حلو. يبقى طريقه يتم فيها توفير الخدمات واستلامها بين الخادم والعميل. طيب دلوقتي عندنا نظام تاني، ده نظام تقريبا بيشتغل بيه برنامج الشيرت. مش عارف انا قوي برنامج الشيرت ده عشان معايا ايفون، فمش عارف قوي يعني، مش بستخدمه كتير، فبس يعني هحاول اقول لك. اسمه نظام الند تو ند او بير تو بير. تمام، ند الند يعني احنا الاثنين متساويين، انا وانت، انا ككلاينت بخدمك وانت كخادم بتخدمني. يعني ممكن احنا الاثنين انا اطلب منك طلب تعمله وانت تطلب مني طلب اعمله لك. حلو حلو. زي الشيرت دلوقتي، انا ليه قلت الشيرت؟ عشان الشيرت دلوقتي انا ببعت حاجه لصاحبي وصاحبي بيبعت لي حاجه، فاحنا ممكن انا اسند له ملفات وهو يسند لي ملفات، انا استقبل منه ملفات وهو يستقبل مني ملفات. حلو. يبقى احنا الاثنين على نفس المستوى من الايه، من الخدمه او من الشبكه. يبقى انا اسمه نظام ند الى ند او بير تو بير. ده بتكون طريقه تكون فيها اجهزه الكمبيوتر في علاقه متساويه، حيث تقدم وتتلقى الخدمات لبعضها البعض. حلو حلو. يبقى انا مثلا لو حاطط عامل شبكه بيني وما بين مثلا فلاشه، او حاطط موصل التليفون بالكمبيوتر، انا ممكن اخد ملفات من الكمبيوتر للتليفون وممكن اخد ملفات من التليفون للكمبيوتر. حلو حلو حلو. طيب تعالى نخش على بقى طرق الاتصال. ولا ماشي. بص يا عم، انا عندي طريقتين للاتصال، طريقه بتاعت الخط الارضي بتاع زمان ده، وطريقه اللي هي بتاعتنا دلوقتي. طريقه الخط الارضي بتاعت زمان دايره مقفوله على الناس اللي بيتكلموا وما ينفعش حد يخش وسطهم، ما ينفعش حد ايه يقتحم الاتصال، ما ينفعش حد يخش يبقى في مكالمه جماعيه على خط ارضي، ده ما بيحصلش. يبقى انا دلوقتي عندي طريقه اسمها تبديل الدوائر. عملنا دايره اللي هي سيركت سويتشنج ميثود. انا عامل دايره، ماما هنا خالته هنا بيتكلموا، ماما بتقول كلام خالته بتقول كلام، ماما تقول كلام خالته تقول كلام. خلاص، ينفع خالته التانية تخش معاهم في المكالمة؟ قال لك لا، الخط مشغول. تمام، هيديهم الخط ايه؟ مشغول. طالما في حد بيتكلم اهو، ما ينفعش حد يخش وسطهم تاني. يبقى طريقة تبديل الدوائر ليها ميزة وليها عيب. ايه الميزة يا مستر؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي ثانية واحدة، انا دلوقتي ولا تزعل نفسك، عملت دايره، ماما بتتكلم وخالته بتتكلم. حلو حلو. الكلام رايح جاي ماشي، والشبكه مقفوله علينا، الاتصال مستقر، الاتصال ما بيقطعش. ليه؟ لان احنا عاملين دايره. يبقى الاتصال امتى يخلص او امتى يتقطع؟ لما الاتصال يتقطع اصلا، لما الخط يتقفل. بس طول ما الخط او السلك او الشبكه موجوده فالاتصال مستقر مش هيتقطع. حلو حلو. طيب لو انا بقى عايز اتصل، يبقى هيقول لي الخط ايه؟ لو في حد عايز يخش هيقول لي الخط ايه؟ مشغول. يبقى عندي ميزه وعندي عيب. الميزه الاتصال ايه؟ مستقر. طب العيب مشغول، الخط ايه؟ مشغول. يبقى الاتصال مستقر ولكن الخط مشغول لو في حد بيتكلم، فدي ميزه وايه؟ وعيب. طيب قال لي بقى عندي طريقه يتم فيها الاتصال، انشاء مسار اتصال اللي هو الدايره اللي انا قلت لك عليها بين المرسل والمستلم قبل بدء الايه؟ ارسال لتبادل المعلومات. خط ثابت زي التليفون الايه؟ الارضي. عيوب الخط مشغول اذا كان في اتصال ايه؟ اخر. تعال نخش على الطريقه الثانيه وهي طريقه الباكيجات. ان انا هقسم الاتصال بتاعي او هقسم الرسائل بتاعتي لباكيجات، ودي اللي بيمشي عليها الشبكات اصلا دلوقتي. طيب قال لي يا سيدي حزمه او الباكت، حزم بقسم ايه بقى؟ قال لي وحده، قال لي ان الحزمه دي هي وحده لتقسيم البيانات الى اجزاء صغيره عند نقل البيانات عبر الايه؟ عبر الشبكه. قال لي بقى دي
الحزمه دي هي وحده تقسيم البيانات. زي ايه؟ زي الميجا بايت. لما انا كنت بقسم لك البيانات ل او الوحده بتاعت البيانات هي الميجا بايت، فانا بقسم برضو ايه حزم. يبقى انا عندي واحد حزمه، اثنين حزمه، ثلاثه حزمه، على حسب بقى ايه الرسائل اللي انا هقسمها. زي البقدونس كده بالحزمه يعني. فاحنا ايه البقدونس ده باكت، فالطريقه اللي بيمشي بيها الراجل بتاع السوق هي طريقه تقسيم حزم البقدونس. تمام؟ طيب عندنا طريقه تبديل الحزم بقى اللي هي باكيت سويتشنج ميثود، اللي هو طريقه تبديل الحزم. طيب بص يا عم، طريقه تبديل الحزم دي ليها برضو مميزات وليها عيوب. ايه الميزه بتاعتها؟ قال لي طريقه اتصال تتضمن تقسيم البيانات المراد ارسالها الى حزم تبادلها. طيب ايه مميزاتها وعيوبها؟ مميزاتها ان انا اقدر ابعت لحد. ليه؟ لان انا ببعت حزمه ادي طريق، وادي الحزمه الثانيه طريق، وادي الحزمه الثالثه طريق، وادي الرابعه طريق. حلو؟ ينفع ابعت 5 عادي، وينفع ابعت 6 عادي، وينفع ابعت 7 عادي. يبقى ينفع لو انا بكلم حد على الواتساب حد يبعت لي رساله عادي في نفس الوقت. ينفع؟ ينفع. ده بيحصل معانا كلنا. ايه المشكله بتاعتها؟ ان ممكن وحد جاي طريق من دول ماشي في الطريق بتاعه النت يقطع، فالحزمه دي ما توصلش، فاضطر ان انا ابعت الرسائل تاني عشان الرساله ايه توصل. زي ما انت تيجي دلوقتي تكون فاتح واتساب، بعد كده تنقل الواتساب بتاعك على تليفون تاني. تمام؟ انت فاتح الواتساب بتاعك على تليفون فجيت تنقله على تليفون تاني، هيجي يقول لك ان في بعض الرسائل لسه بيعاد تحميلها عشان انا ماشي بطريقه الايه؟ طريقه الحزم. ففي رسائل هتيجي وفي رسائل اصلا ممكن ما توصلش. تمام؟ طيب قال لي طريقه تبديل الدوائر وطريقه تبديل الحزم. طريقه تبديل الدوائر المميزات: بمجرد انشاء مسار اتصال يمكن تحقيق اتصال مستقر. العيوب: مسار الاتصال مشغول من قبل المستخدم، لذا ليس من الممكن استخدام الخط في نفس الوقت مع الاخرين. يبقى انا ما ينفعش اتصل بحد لو انا بتكلم عن طريق ايه؟ تبديل الدوائر. طب طريقه تبديل الحزم المميزات: حتى اذا كانت الشبكه مزدحمه يمكن ارسال ايه؟ البيانات تدريجيا، لذا فان احتماليه عدم القدره على الاتصال تماما منخفضه. يبقى احتماليه ان انا ما اعرفش اتصل بحد عن طريق الواتساب دي بتكون منخفضه، ان انا اكلم حد عن طريق الواتساب بتكون منخفضه. ليه؟ لان عشان ابعت رساله لحد على الواتساب وفي حد بيكلمه عادي بينفع. طيب يبقى احتماليه عدم الاتصال تماما منخفضه، ان انا اتصل بالشخص ده عن طريق تبديل الحزم بتكون ضعيفه، ان انا ما اعرفش اوصل له، فانا ينفع اوصل له. عشان بس ما حدش ايه يقول لي يعني ايه احتماليه عدم القدره على الاتصال منخفضه، يبقى القدره على الاتصال ايه؟ مرتفعه. حلو. طيب قد تفقد الحزم، دي العيوب بقى. قد تفقد الحزم الباكيتس دي احيانا اثناء الطريق وهي ماشيه كده النت يقطع، او تتاثر بازدحام الشبكه، دخلوا في بعض فايه اتاثرت. تمام؟ نخش على بص بقى، ستكون يوما ما تريد فايه احلم وعيش حياتك عادي، واطمح وخلي عندك طموح، ولكن اسعى للي انت عايزه، وافتكر ان انت ستكون يوما ما تريد، وان الاحلام تتحقق عادي يا صديقي، وان مش لازم ان انت تحلم بحاجه وما توصلهاش، ولكن اصبر ما تتعجلش. لو انت عايز تدعي ربنا بحاجه فادعي ربنا زي ما انت عايز. احنا داخلين على شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فادعي باللي انت عايزه مفيش اي مشكله، ولكن يستجاب. ربنا قال او الرسول قال عليه الصلاه والسلام في حديث: يستجاب للعبد ما لم يعجل او ما لم يعجل. فما تتعجلش ان ربنا ما استجابش ايه الدعاء بتاعي. ما تقولش يا رب انا دعيتك كتير وانت ما استجبتليش. ما تقولش والله انا دعيت ربنا ان انا اجيب مش عارف كام وانا ما ده ما حصلش، او دعيت ربنا ان ابويا يزودني 5 جنيه في المصروف وما عملتش كده، وبقالي اسبوعين بدعي وايه انا دعيت العصر واحنا في المغرب ولسه ما ابويا ما ادانيش ال5 جنيه زياده. فلا، استنى، اصبر، اتأنى كده، ادعي كتير، ان الله يحب يعني يحب ان احنا نلح عليه في الدعاء. وافتكر ان انت ستكون يوما ما ايه ما تريد. طيب هنخش بقى على الاسئله دي، نخليها ان شاء الله في فيديو تاني. احنا دي اسئله كتاب المدرسه عشان نكون معاك بالايه بالكتاب المتاح معاك، يعني لان مفيش كتاب فاحنا اخترنا اسئله كتاب المدرسه هنحلها معاك، فعشان يكون ده متاح بالنسبه لك برضو ان انت تحل الاسئله معانا. طيب باذن الله هينزل لك ايه على القناه؟ هينزل لك ايه الدروس شرح وحل من كتاب المدرسه، وهينزل لك التقييمات الاسبوعيه بتاعتك باذن الله، ومراجعات الشهر. 4 حاجات مني لحضرتك كل شهر هينزلوا على القناه هنا: الدروس
والحل بتاعها، والتقييمات الاسبوعيه، حل التقييم الاسبوعي، والايه والمراجعه بتاعه الشهر زي ما عملنا الترم اللي فات، اللي بيجي منها ان شاء الله الامتحان ما بيخرجش براها. عايز اشوف كومنتات كده حلوه، قولوا يعني، قولوا بقى صلوا على النبي في الكومنتات، قولوا لي رايكم في الفيديو، قولوا لي كل سنه وانت طيب برمضان، بما اني انا ما حدش قال لي كل سنه وانت طيب يعني، ف انا بقول لكم اهو كل سنه وانتم طيبين. فاشوفكم دايما بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.